بمناسبة فيديو البنت اللي بتحاول تلعب مع الكلب والكلب عضها، وطبعا كلنا عرفنا القصة وان هي كلب في شارع مش شارعها وكلب ما تعرفوش، وهي نفسها نزلت الصورة ان كان خربوش وهو الكلب اتخض. كلب ما تعرفوش هراح بتحط ايدها على دماغه، فطبيعي كديفنس ميكانيزم، وحتى ما عضش، هو عمل كده هبشها. هحكي لك موقف بقى انا شفته بعيني. كلبة قاعدة في جنينة وبترضع البابيز الصغيرين بتوعها. حلو. في اتنين كده من البابيز كانوا على جنب. واحد دخل عنده 8 سنين، دخل الجنينه شايل بابي منهم وعايز يجري بيه، والله اعلم بقى يربيه بيبيعه بيعمل ايه. فراحت طبعا طلعت جريت وراه. فواحد واقف شاف كلبه بتجري ورا طفل، راح الشاب ده ايه حادفها بطوبه. فهو حادفها بطوبه، انا واقف شايف في الدايركشن بتاع الجنينه اللي فيها البابيز بتوعها، راحت لفه وجريت ورا الشاب ده. راح الشاب طلع جري، بس هي بعدها بكام ثانية وقفت ورجعت تطمن على البابيز بتوعها. طيب، في موقف زي ده لو كانت عضت بقى اي حد فيهم كان ايه اللي هيحصل؟ كنت هتقوم منزل نفس الفيديو، كلبة جريت ورا طفل عنده 8 سنين ولما شاب جاي دافع عنه جريت وراه عشان تعضه. يعني في موقف زي ده، ده كائن حي ودول عيالها، انت متوقع ايه اللي يحصل؟ هل كنا هنبقى مبسوطين مثلا، ولا انا بقولها لك بطريقه ان لو كانت عضة الواد ما يستاهل؟ اكيد محدش فينا عايز حد يتاذي، بس بالترند والحمله المخيفه اللي موجوده دلوقتي، اللي انا سكه ودغري برضو قولوا لنا الصين مزنوقه في كلاب وقطط. يعني بالونه الاختبار دي اللي هو نخلي الناس تبقى شايفه ان الكلاب والقطط خطر، هيحصل ايه؟ هنوديهم للصين وناخد قرشين حلوين؟ قول لي هنرجع للجو اللي كان بيحصل قبل كده اللي احنا عارفينه، بتاع اصل وزارة الصحة بتستورد سموم فبتحتاج اكتر، اصل انا هموت معرفش مين فالميزانية بتاعتها تزيد. قول لي السبوبة جاية منين؟ يا اللي بس انت بتتهم بتوع الرفق بالحيوان ان هم بتوع السبوبة اصل عندهم شيلترز وبتاع، قول لي انت البالونة دي لايه؟ فساعتها كان ايه اللي هيحصل؟ طيب تحب نزود لك على الليسته كمان؟ ما انت دلوقتي ايه، بنقتل الكلاب اصل عددهم زاد، ولا بيطلعوا على كبوت العربيه وبيجروا ورا الناس بالليل، نحب كمان نموت لك الكلاب اللي لسه حامل عشان هرمونات الحمل بيخليها اجريسيف، وعشان العيال تخش تلعب مع البابيز لوحدهم. نزودها لك على الليسته ان اي كلبه حامل كمان نموتها. انت في موقف زي ده تاني، عشان بس بيقول لك بيقولوا الكلاب اهم من البني ادمين، لا كان هيبقى شيء مؤسف لو الولد او الطفل ده اتعض. بس في الاخر ايه غلطة الكلبة في حالة زي دي؟ اه طبعا هتدافع عن عيالها. فيبقى بالتالي ما تتعاملش انت بغشومية، ومن الناحية التانية لما تشيروا فيديوهات تشيروا القصة كاملة.